السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوتي أخواتي، حياكم الله جميعا. نتمنى لكم كل الصحة والعافية. في هذا الفيديو سوف نتكلم عن التشكيلة المتوقعة للمنتخب الوطني الجزائري للمحليين، والتي سوف تخوض مباراة الغد أمام جنوب إفريقيا في بطولة الشان. سوف نتكلم كذلك عن بعض تفاصيل حول هذه المباراة، بالإضافة إلى أننا سوف نتكلم عن ما قاله المدرب الجنوب إفريقي حول المنتخب الوطني الجزائري وحول هذه المباراة. والبداية سوف تكون بإعطائكم بعض التفاصيل حول هذه المباراة. إذن المباراة قلت سوف تكون غدا إن شاء الله، وسوف تنطلق على الساعة 3 زوالا. والمباراة هذه تدخل ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثالثة من بطولة الشان المقامة حاليا بكينيا، تنزانيا وأوغندا. المباراة سوف تكون منقولة على قناة بين سبور السادسة بتعليق محمد المبروكي. والمباراة سوف تكون صعبة ومعقدة. نروح لأهم التصريحات التي صرح بها المدرب الجنوب إفريقي في المؤتمر الصحفي الذي نشط اليوم والذي سبق المباراة، والتي أعتبرها يعني لما استمعت لهذه التصريحات بانت لي وكأنه تصريحات يعني مستفزة للمدرب مجيد بوقرة ولأشبال المدرب مجيد بوقرة، وكذلك بانت لي كأنها تصريحات تخويفية ولا استفزازية ولا تخويفية، وكأن المدرب الجنوبي الافريقي راه يخوف في مجيد بوقرة. استمعوا ماذا قال هذا المدرب حول مباراة الغد، بعد ذلك نعود. بالحديث عن الجزائر، فهي منتخب من شمال افريقيا ولديهم لاعبون بخصائص معينه وطريقه لعب خاصه، وهي طريقه مختلفه عن اوغندا وغينيا والنيجر. وفي تحضيرنا لهذه المباراة ركزنا على كل التفاصيل وخصائص هذا المنتخب وعلى معاينته، وأعتقد أنهم يقومون بنفس الشيء. صحيح أننا سنلعب مباراتنا الأولى غدا، ولكننا حضرنا نفسنا جيدا لهذا المنافس، لأننا لعبنا تصفيات أمام مصر ومالاوي داخل وخارج الديار. وأقول أننا قمنا بتحليل كل منافس من المنافسين في هذه الدورة، واستخلصنا المعلومات التي نحتاجها عن كل المنتخبات، ولهذا نحن جاهزون لهذه المواجهة ولمواجهة أي منتخب. I think they have the first 11 that did well. أعتقد أن الجزائر تمتلك 11 لاعبا أساسيا قدموا أداء حسنا في الشوط الأول. ففي الهجوم هناك مزيان بالحسيني ومحيوس، وفي الوسط خاسف بوكرشاوي ودرابي، وهناك المدافع غزال القائد وعليلات وشتي وحليمية. وسبب منح إياك تشكيلاتكم الأساسية الآن هو أنهم يقودون أنديتهم للمشاركة في رابطة الأبطال كل موسم، ما يعني أنكم تمتلكون أفضل اللاعبين في الدوري المحلي. لهذا نحن نحترمهم ونحلل أداءهم بشكل دقيق، كما أنهم يمتلكون لاعبين احتياطيين جيدين أيضا دخلوا في الشوط الثاني مثل لاعب عبادة وبايزيد، وهم رائعون. لذا أعتقد أنهم يملكون تعدادا متوازنا، وقد تابعت جيدا تحركاتهم هجوميا ودفاعيا. إنهم فريق قوي ومحضر جيدا، لذا سنواجه منتخبا قويا بلاعبين جيدين. إذن كما سمعتوا مدرب الجنوب الإفريقي ماذا قال حول هذه المباراة أو مباراة الغد التي سوف تجمع المنتخب الوطني الجزائري المحليين أمام جنوب إفريقيا. في تصريحاته الأولى، يعني في الجزء الأول من تصريحاته، نعتبرها أنا تصريحات عادية، يعني شيء طبيعي أنه يقول لك رانا واجدين ورانا حضرنا لهذه المباراة وسوف ندخل المباراة بقوة وسوف ندخل لكي نفوز ورانا مستعدين باش نواجهوا نفس المنتخب. يعني هذا نعتبرها أنا هنا حاجة عادية، أي مدرب يقول هذا الكلام. ولكن في الجزء الثاني من التصريحات تاعو هنا اللي حسيت أنه راه يستفز في مجيد بوقرة في المنتخب الوطني، وراه يخوف فيه، بانت لي وكأنه يخوف فيه. لماذا؟ لأنه كما استمعتوا ليه قال بأنه
المنتخب الجزائري عنده 11 لاعب اساسي، وذكر حتى اسماء اللاعبين، وذكر حتى اسماء الاحتياطيين، يعني اللاعبين اللي شاركوا اساسيين، اللاعبين اللي دخلوا بعد من في مباراة اوغندا، ذكرها باش يبين بانه، باش يقول لنا باللي راني نعرفكم مليح، باش يوجه رساله لمجيد بوقره ويقول انه المنتخب الوطني تاعك راني نعرفه مليح، وراني قاريكم، وراني على بالي بالخطه تاعكم، وعلى بالي كيفاه تلعبوا، وعلى بالي كذا. هذا هو لما ذكر التشكيله تاع المنتخب الوطني الجزائري قال لك باللي انا نعرفكم لانه راكم تشاركوا في، يعني الانديه الجزائريه تشارك في رابطه ابطال افريقيا وكاس الكاف وكذا. ولا ذكر التشكيله الاساسيه باش يبين الناس زعما باللي راهو قارى المنتخب الوطني، وراه يعرفوا، وراه مستعد، وراه حاول يخوف فيه. قال له ما كان له، يعني حب يخوف مجيد بوقره، قال له ما كان له تحط روحك باللي راك قوي، راني نعرفك وراني قاريك. هذا هو واش قاصد هذا المدرب هذا. غدوه نشوفوا، غدا ان شاء الله سوف القراءه هذه ولا المعرفه هذه سوف تذهب ادراج الرياح ان شاء الله مع مجيد بوقره. غدوه مجيد بوقره ينحي له القرايه كامل هذه والفهامه هذه، ينحيها له كامل اللي يعرفها على المنتخب الوطني الجزائري ان شاء الله. نتمنى ذلك، نتمنى انه المنتخب الوطني الجزائري يفوز في هذه المباراه ويقطع شوط كبير من اجل التاهل الى الدور الثاني، او لو يفوز المنتخب الوطني الجزائري راح يتاهل عفوا ربما للدور الثاني مباشره. يعني ربما لو تحققوا غدا الفوز تصبح لدينا 6 نقاط، على ما اعتقد انه سوف نتاهل رسميا الى الدور الثاني. نروح الان للتشكيله الاساسيه التي، او المتوقعه، ليس الاساسيه، التشكيله المتوقعه التي سوف تخوض مباراه جنوب افريقيا. هو من المعروف من الشائع أن التشكيله التي تفوز لا تغير، يعني معنى ذلك أنه مجيد بوقره سوف يدخل بالتشكيله الاساسيه التي دخل بها امام اوغندا في المباراه الاولى. ولكن هذه ليست قاعده، ممكن انه يغير، وانا اعتقد بانه سوف يغير، لانه في التشكيله الاساسيه التي لعبت امام اوغندا فيه بعض اللاعبين كانوا خارج الاطار، على غرار ايمن محيوس، على غرار الياس شتي. تقولوا باللي لازم بوقرا يعني يزيد يمد لهم فرصه. لا، بوقرا راهو في دوره مغلقه مهمه، وراهو يلعب باش يعني يتوج باللقب. واستمعنا لهذا الكلام من مجيد بوقرا قبل الانطلاق الى اوغندا. اذن بوقرا مادام راهو في بطوله مغلقه ومادام راهو يلعب على اللقب، اعتقد بانه ما يبقاش ينتظر في اللاعبين حتى يوليو لمستواهم او حتى يرجعوا لمستواهم. اعتقد انه سوف يغير نوعا ما بالمقارنه مع المباراه التي كانت امام اوغندا. مش راح تكون تغييرات كثيره اكيد، ولكن قد تكون تغييرين او 3. ومن هنا التشكيله المتوقعه التي سوف تخوض مباراه جنوب افريقيا هي على النحو الاتي. في الحراسه راح يكون بوحلفايه دائما، لانه ادى مباراه كبيره في المباراه الاولى. على الجهه اليمنى محمد رضا حلايميه، على الجهه اليسرى نوف الخاسف. في المباراه السابقه كان الياس شتي، وشفنا يعني المستوى الهزيل الذي ظهر به هذا اللاعب. يعني راح يكون الياس شتي او نوف الخاسف في مكان الياس شتي. في وسط الدفاع راح يكون نفس وسط الدفاع الذي لعب المباراة الأولى، وهو آدم عليلات وكذلك أيوب غزالة. في وسط الميدان كذلك ربما نشوفوا تغييرات، عندنا مصالح مرباح، بلال بوكرشاوي، وكذلك هواري بوجمعة، وليس زكريا دراوي، لأنه زكريا دراوي شفنا أنه
في المباراة السابقة أدى مباراة كبيرة صحيح، ولكن شفنا بدنيا نوعا ما تأثر نوعا ما في نهاية المباراة، لأنه هذا شيء طبيعي طبعا، لأنه زكريا دراوي في الموسم الماضي لم يلعب مباراة كثيرة مع فريق مولودية العاصمة، ما لعبش بزاف مع فريق مولودية العاصمة. إذا قلنا في وسط الميدان مصالح برباح، بلال بوكرشاوي، وكذلك هواري بوجمعة. في الهجوم أعتقد بأنه سوف يكون هناك تغييرات هنا في هذا المنصب، منصب خط الهجوم. على الجهة اليمنى سوف يواصل بعبد الرحمن بن زيان، وعلى الجهة اليسرى عبد النور بن حسيني، وفي قلب الهجوم راح يكون بايزيد وليس أيمن محيوس، لأنه أيمن محيوس كان غايب تماما، لا أدري ما مدى حدث لهذا اللاعب في المباراة الأولى، وراح يكون بايزيد، لأنه بايزيد أثبت بأنه يستحق مكانة أساسية في المنتخب الوطني المحلي. وشفنا بايزيد لما دخل في المباراة تاع أوغندا في الشوط الثاني ماذا فعله هذا اللاعب، والهدف العالمي الذي سجله هذا اللاعب. إذا نعاود التشكيلة، لا بأس بإعادة التشكيلة المتوقعة. قلنا في الحراسة بوحلفاية، على الجهة اليمنى من الدفاع رضا حليمية كظهير أيمن، كظهير أيسر نوف الخاسف. في وسط الدفاع آدم عليلات وأيوب غزالة. في وسط الميدان الثلاثي بصالة مرباح، بلال بوكرشاوي، وهواري بوجمعة، ثلاثي خط الهجوم. على الجهة اليمنى مزيان، على الجهة اليسرى عبد النور بن حسيني، وكقلب هجوم سفيان بايزيد. هذه التشكيلة المتوقعة وليس الأساسية. التشكيلة الأساسية دائما يتم الإعلان عنها قبل ساعة من انطلاق المباراة. هذه التشكيلة المتوقعة إن شاء الله التي من المحتمل أن تواجه منتخب جنوب إفريقيا في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة من بطولة الشهر. نروح لموضوع آخر، يعني بعد فوز المنتخب الوطني الجزائري المحلي في مباراة أوغندا، الكثير من التعليقات كانت مؤسفة حول المدرب مجيد بوقر. يعني راهو بدات تكسر خاوتي، راهو بدات تكسر. اولا ولينا الحكايه تاع اوغندا فريق ضعيف، ولينا المقارنات، اوغندا فريق ضعيف وبيتكوفيتش وكذا، يعني بدينا مع المقارنات، بدينا الكلام هذا سمعناه في وسائل الاعلام الجزائريه من سعيد كناوي، قال بأنه منتخب أوغندا منتخب ضعيف. قبل المباراة هذا سعيد كناوي كان يقول بأنه المنتخب الأوغندي منتخب قوي ويلعب فوق أرضية ميدانه أمام جمهوره وكذا، ومجيد بوقرة ما كانش محضر مليح ومدرب هذا ضعيف. لكن بعد المباراة انقلب كل شيء، ولا الكوتشينغ تاع بوقرة هو اللي حسم من المباراة، ومنتخب أوغندا ضعيف. يعني نفس الكلام، نفس الحكاية اللي كانت مع جمال بالماضي، نفس الفيلم، نفس القصة، نفس الحكاية، نفس المسرحية نفسها. هذا من جهة. من جهة أخرى هاد الناس هادو يا ربي يتكلموا الكلام هذا، يقولون بأنه لا يجب الحكم على مجيد بوقرة في مباراة أوغندا، لأنه أوغندا ضعيف. غدوة نشوفوه أمام جنوب إفريقيا. ما تحكموش، ما تفرحوش بهذا المدرب، ما تقولوش أنه مدرب قوي. غدوة نشوفوه أمام جنوب إفريقيا، غدا إن شاء الله نشوفوه أمام جنوب إفريقيا. يعني وكأنهم ينتظروا في الخسارة باش يجيو يقولوا لنا هذا هو بوقرة اللي كنتوا تتكلموا عليه وتكتيكيا ممتاز. هادو هما الناس هادو مجيد بوقرة هذا، وماشي نستناو حتى مباراة غدوة باش نحكموا عليه. مجيد بوقرة وحكمنا عليه في كأس العرب الماضية بقطر سنة 2021 الذي توج بها المنتخب الوطني الجزائري بقيادة مجيد بوقرة، وواجه منتخبات أولى. آنذاك كنا في المجموعة أمام المنتخب المصري الأول، لأنه المدرب المنتخب المصري آنذاك كان المدرب تاع المنتخب الأول اللي هو كارلوس كيروش، واللاعبين كانوا 90% من المنتخب المصري الأول، نحي إلا صلاح وعمر مرموش
ومهدي مصطفى ولا ماشي مهدي مصطفى، مهدي مصطفى لاعب جزائري سابق. اللاعب المصري مصطفى المهم محمد مصطفى. نحي الا هؤلاء، المنتخب المصري لعب لنا بالفريق الاول، وكانت المباراة بيننا وبينهم انتهت بالتعادل. كان كارلوس كيروش هو المدرب تاع المنتخب المصري، وبوغرا هو المدرب تاع المنتخب الوطني الجزائري. المباراة على كل حال كانت حاسمة من أجل تحديد من سيحتل المركز الأول في المجموعة، وما ربحوناش، احتلوا هما المركز الأول في المجموعة بالبطاقات، لأنه كانوا عندهم عدد بطاقات أقل. ما ربحوناش، المباراة انتهت 1-1. في المجموعة كذلك واجهنا السودان الفريق الأول، واجهنا لبنان المنتخب الأول. في الدور ربع النهائي واجهنا المغرب الفريق الثاني صحيح، المنتخب المحلي هما كذلك واجهونا بالمنتخب المحلي، ولكن شفتوا الاستفزازات قبل المباراة اللي كانت من طرف كما على بالكم، ونربحوهم 4-0 ونربحوهم كذا. ولكن بوغرا وقال فلهم الند للند، وأدى المنتخب الوطني الجزائري آنذاك مباراة كبيرة كلكم تتذكروها. في النصف النهائي واجهنا المنتخب الأول القطري، وفي النهائي واجهنا المنتخب الأول التونسي. هاو ماجد بوغرا وحكمنا عليه في آنذاك في كأس العرب 2021. ثم بان ماجد بوغرا، ثم اثبت الكفاءة تاعو ماجد بوغرا، ماشي حتى ننتظروه مباراة الغد. ولماذا حنا بوغرا قلنا عليه بانه مدرب ممتاز واثبت كفاءته في مباراة اوغندا؟ لماذا؟ لانه هذا المدرب هذا يعني قام بتشكيل منتخب في ظرف 4 أشهر. في ظرف 4 أشهر قدر يدير المنتخب هذاك، وقدر يكون المنتخب هذاك اللي شفتوه وشفتوا الاداء تاعو امام منتخب اوغندا. المنتخب اللي شفتوه خاوتي هو ما تكونش عنده 3 سنين، تكون عنده 4 أشهر. 4 أشهر. في شهر مارس المنتخب هذا كان ما كانش في شهر مارس المنتخب هذا. في شهر مارس الماضي المنتخب هذا المحلي ما كانش، ولكن جابوا قرة، جيب لاعبين، جاب منا وقدر يكون لنا منتخب اللي شفتوه في مباراة اوغندا. والمباراة تاع اوغندا هذاك المنتخب الاوغندي اللي واجهناه راهو المنتخب الاول الاوغندي اللي لعب معاه المنتخب الاول تاعنا في جوان الماضي في سنة 2024 في تصفيات كأس العالم، وفزنا عليه بصعوبة كبيرة. يعني هذا المنتخب اللي فاز عليه بوغرا 3-0 فوق أرضية ميدانه أمام جمهور غفير جدا، حوالي 60,000 متفرج كانت في المدرجات. المنتخب هذا هو المنتخب الأوغندي الأول، واجهناه في تصفيات كأس العالم. واجهناه يعني بالمنتخب الأول تاعنا، يعني المنتخب الأول الجزائري واجه هذا المنتخب الأوغندي اللي فاز عليه بوغرا 3-0، والمنتخب الأول فاز عليه 2-1 مع بيسكوفيتش بصعوبة كبيرة. يعني بوغرا فازت عليه 3-0 هذا المنتخب هذا الأوغندي، وبيسكوفيتش فاز عليه 2-1. كيف هذا مش مدرب كفء؟ وبدات المقارنات. ها بوغرا فاز على المنتخب الأوغندي الأول 3-0 كما قلت، وبيتكوفيتش فاز على المنتخب هذا 2-1 بالمنتخب الأول بعمورة وعوار وبالرحمة وباندي وبن سبعيني. بصح بوغرا فاز عليه على هذا المنتخب هذا الأوغندي الأول باللاعبين المحليين. ما تحبوش ولاد بلادكم نتوما، تحبوا القوري، تعبدوا القوري نتوما، وتقارنوا كما كنتوا تقارنوا بالماضي او ربح مع منتخبات ضعيفه او كذا. ولما يربح بيسكوفيتش مع منتخبات نفس المنتخبات اللي كان يربحهم بالماضي تقولوا بيسكوفيتش قوي، بصح كي كان يربحها بالماضي تقولوا منتخب ضعيف. وراكم ديروا نفس الشيء مع بوغرا، منتخب ضعيف.
ولينا الحكايه تاع منتخب ضعيف، ولينا الحكايه نفس الحكايه. المهم ان شاء الله مجيد بوقرة يزيد يرد على هذا الناس هادو في مباراة الغد. نتمنى كل التوفيق للمنتخب الوطني الجزائري في مباراة الغد امام جنوب في افريقيا. هذا ما لدينا سيداتي وسادتي، نلتقي في فرصة اخرى بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.